قلوب ترنو للسماء. صديقتي، ها هو قلبي يطرق باب قلبك في وجل، مقصده أن يصبح صديقه الحميم، سأغبطه إن فعل. نحن نتشابه كثيرا يا صديقة، فكلتانا تحتضن حكاية سرية لا يعلم بها إلا القلة، أو ربما لا أحد. نحن نتشابه في بعض المعتقدات أيضا، حيث نعلق رجاءنا بالله بدعوة غلفناها بالأمل لنرسلها لتحلق عاليا فوق السحاب نحو السماء. وعندما لا نلمس أثر الاستجابة يغشى قلوبنا يأس عقيم، فنعتقد أن الله لا يحبنا، لا يسمعنا، ولا يستجيب لدعائنا. ويحنا يا صديقة، ألم نعلم بما جاء في الحديث القدسي؟ يسأل سبحانه وتعالى الملائكة: يا ملائكتي، أدعاني عبدي؟ فيردون: نعم يا رب. فيقول: يا ملائكتي، هل ألح علي عبدي؟ فيردون: نعم يا رب. فيقول: يا ملائكتي، أخروا مسألة عبدي، إني أحب أن أسمع صوته. يا للطفك سبحانك. أرأيت إذن فلماذا لا نعقد العزم على الإلحاح؟ فلنعزم من الآن يا صديقة أن ندعو الله كثيرا، لأنه قريب، لأنه سميع، لأنه مجيب، ولأنه سبحانه لن يخذلنا. صديقتي، أأنت مرهقة كما هو حالي من نسج شرنقة من المعاصي حول نفسك؟ أأتعبك نظام حياتك الممل؟ إذن لماذا لا نتحرر لنطير عاليا كالفراشات؟ لماذا لا نتوب يا صديقة لنصبح مؤهلتين لدخول الجنة؟ ألا تلاحظين أننا لا نعرف جلباب الصلاة إلا في أوقات الفرائض فقط؟ ها هو هناك ينتظر منا ارتداءه لنناجي الله، لنتوب إليه، ولنشكيه ما أهمنا. أو تعلمين أن الله يفرح بتوبة عبده؟ فهل سيقبلنا اليوم يا حبيبتي صديقتي؟ ليكن لقاؤنا المرتقب عند باب الجنة، فهناك سألوح لك بإذن الله، ثم أحتضنك بشدة لندخل الجنة ممسكتين بأيدي بعضنا، متحابتين في الله، فيقال لنا: ادخلوها بسلام آمنين. يا هذا كله بفضلك يا الله، ما أرحمك. صديقتي، فيها سنحقق أحلامنا التي لا حصر لها، سنلعب تحت ظل الشجرة مستمتعين، سنشرب من نهر الكوثر ونرى الرسول. سأستضيفك بمنزلي، سنشرب من نهر الكوثر ونرى الرسول عليه الصلاة والسلام. سأستضيفك بمنزلي وأتجول معك لنرى أحبابنا بإذن الله. سننسى فيها مر الحياة، سننسى كيف نبكي أو حتى كيف نتألم. لذلك سنصبر على أحزاننا ونشد همتنا لنعمل ما يدخلنا به دارنا الحقيقية. لنحقق الحلم سنفعل ذلك بإذن الله يا صديقتي، يا صديقة الجنة. بقلم فاطمة العمودي.